السلام عليكم ورحمة الله. مشهد مهيب وجنازة مهيبة وجموع غفيرة حضرت من جميع أرجاء الكويت، بل العديد من الوفود حضروا من دول الوطن العربي، السعودية والأردن وغيرها، لحضور عزاء الشاب المغدور به والمرحوم بإذن الله مبارك الرشيدي. قصة أرهقت الكويت منذ ما يقرب من 3 أشهر قبل الكشف عن تفاصيلها كاملة، التي نشرنا قصة العثور على جثمانه وقصة مقتله كاملة نشرناها على هذه القناة لمن أراد الاطلاع عليها. واليوم يبرد جزء من نار أهله وعائلته المغدور به، الذي غدر به أعز وأقرب أصدقائه واشترك وشارك في الجريمة، كما ذكرنا شقيق الجاني ووافد مصري كان يعمل لديهم لما يقرب من 3 أشهر. قصة أرهقت الكويتيين في نومهم وفي تفكيرهم، حتى تم الكشف عنها أمس وأول أمس من قبل المباحث ورجال الداخلية الكويتية. اليوم كما نشاهد جموع غفيرة جدا، وكنا قد نشرنا لكم قصته كاملة لمن أراد الاطلاع عليها. أترككم أحبابي مع باقي مشاهد العزاء، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أشكركم.